لمتابعة المباراة الودية بين الفريق الوطني والمنتخب البيروفي ضمن استعدادات الفريق الوطني لنهائيات كأس افريقيا في الكوت ديفوار امام ما يقارب 30,000 مناصر هنا في السيفيتاس متروبوليتانو. سود الأطلس يبحثون عن الإقناع مرة أخرى عن أرضية ملعب السيفيتاس. تنطلق هذه المباراة، كرة من نايف أجارد، نايف ليلعب لويس فانسيري الذي يلعب التقيا معا في نفس الملعب. أكيد أن الأجواء تكون يصعب وصفها ويصعب أننا نقدم لكم ولو شوية. انطلاق البلال الخنوس لاعب نادي جانك البلجيكي، أفضل لاعب واعد في البطولة البلجيكية، النجم الصاعد في هدوء في سماء كرة القدم الملعب السابق للأتلتي قبل التحول للسيفيتاس متروبوليتانو. خطأ والحكم يتدخل للإعلان الودي منها والرسمية. كرة للأمام في منطقة الجزاء لكن بعيدة عن تابيا. كانت المتابعة في القائمة الثانية 6 دقائق الأولى من هذه المباراة والنتيجة كما من حضر كولا أدفين كولا يمر صعبة للبيرو لكن الحكم يرصد وجود خطأ لمصلحة العناصر الوطنية. الفريق الوطني إمكانية للعناصر الوطنية، فرصة في منطقة الجزاء لكن هذه المباراة كرة للأمام سيروا للأمام والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بإمكانه أن تغير أشياء كثيرة في الدقائق. صمد من الطرف الأيسر يلعبها في منطقة الجزاء لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزلزولي يعني الكفاءة الفنية اللي تنفع. حكيم زياش طلب للكرة من الطرف الأيمن وسام مزراوي. كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. لتوقيع الهدف الأول في هذه المباراة وجاليس مرة أخرى يبعدها. جاليس يبعد الخطورة عن مرمى المنتخب البيروفي من كرة في منطقة الجزاء وتدخل جاليس والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي لحارس مرماه جاليس. الكرة من بلال والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي والكرة ضربة مرمى للحارس بيدرو للأمام وتدخل نايف أجارد تجده في كل مكان قادر. كرة للأمام لحكيم لزكريا بوخلال يتحصل على ضربة والفنيين في العالم. كرة للأمام، كرة تكاد يعطيها الله والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي. أدفين كولا متسلل والبقية يتكفل بها نايف أجارد يتدخل لبعض الخطر عن مرمى الفريق الوطني دفاعيا. كرة للأمام زكريا النصير، يلا يا نصير كرتك يا نصير ويوسف فانسيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. السنسولي عندك المساحة للتمرير، تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. فرصة حكيم يسير وحيدا، لن تسير وحيدا يا حكيم والحكم لم يعلن عن ضربة خطأ. زكريا كورتك يا زكريا. مازال الكرة ومازال الخطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن الاحترام منتخب يستحق منا كل الثناء وكل الإشادة وكل الدعم منك يا حكيم يلعبها حكيم وجرى للحارس البيروفي يلجأ لها في مباريات كأس افريقيا في تصفية كأس العالم. ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. لو لم ترتد من دفاع المنتخب البيروفي يبحث على أن تكون الجولة الثانية أفضل بكثير مما تابعنا في الجولة في منطقة الجزاء والمتابعة في القائمة الثانية لكن بعيدا عن مرمى الحديد. كرة للفريق الوطني للحارس ياسين بونو. يعطي الله يحيى يبحث عن العنصر القادر على التحكم في هذه الكرة. كان خطأ واضح عن ريناتو تابيا، خطأ لريناتو ثابتة في منطقة جزاء منتخب البيرو في القائمة الثانية. المتابعة من تتحول بعيدا عن مرمى الحارس البيروفي. ضربة مرمى لمنتخب البيرو لبيدرو غاليس. كرة بيروفية نحو كاريو ورومان ياسين بونو في التغطية وبعد الكرة
في منطقة الجزاء المتابعة في القائمة الثانية، لكن مصير لحكيم لأنس أنس لكن في النهاية تصل لحارس مرمى منتخب البيرو. يلا يلعبها في القائمة الثانية المتابعة من أنس السروري. كرة للفريق الوطني وخروج الحارس جالس يخرج أمام يوسف النصيري. محاولة أخرى للفريق الوطني، المحاولات الأولى في الجولة الثانية. إمكاني من حكيم سياش يسدد. حكيم ما مشاتش بعيد الكرة الماضية.